انا هحكي لكم دلوقتي عن خلاف بيني وبين احد التجار وعمل معايا ايه وبيعملوا مع بعض ايه. وعشان لو انت برضو تبقى واخد بالك هم اساسهم ايه وانت فاهم بيعمل ايه واللي انا بتكلم عنهم، بس انا ما جمعتش. تمام يا جدعان، ده للعظة والجاي سواد على الناس الوحشة اللي انا بتكلم عنهم. تمام. وكمان عايز اعمل مفاجأة حلوة لاخواتي النهاردة واقول لهم بامر الله تعالى افرجكم على اغرب الحيوانات اللي موجودة في سوق الجمعة باسعارها، وكل الحيوانات الغريبة اللي انتوا ما شفتهاش معايا في حلقات كتيرة جدا ويمكن ما كنتوش هتصدقوا انها موجودة في السوق. العبد لله دي فرجكم على كل حاجة من الابرة للصاروخ، والحاجات اللي غيري ما يعرفش يصورها انا بس بفضل الله اللي بعرف اصورها. الطفل الذي لا تحتضنه القرية سيحرقها لا يشعر بالدفء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا في كل مكان، راجعين لكم بحلقة دمار وضرب نار بفضل الله. هنكشف فيها خبايا واسرار سوق الجمعة. قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتأكدوا من تفعيل زرار تلقي كل الاشعارات الخاصة بالقناة، واللايك والشير والكومنت الجميل. والنهاردة بأمر الله اعرفكم الدنيا بتبقى ماشية ازاي في سوق الجمعة. طبعا عارفين طبعا ان سوق الجمعة من اشهر الاسواق العالمية اللي بيتباع فيه الحيوانات البرية والحيوانات النادرة والحيوانات الأليفة. سوق الجمعة بالسيدة عائشة بالقاهرة، وطبعا اكتر كمان من سوق الجمعة اللي في الاسكندرية. تمام. طبعا انا لولا ان حصل تاتشات بيني وبين تجار كبار في سوق الجمعة يستحيل كنت هعمل اصلا السلسلة دي، انت فاهم. فانا عامل دي، انا بحكي حاجات حصلت معايا حقيقي في سوق الجمعة وانا هعرفكم الدنيا ماشية ازاي. والحمد لله ما بخافش غير اللي خالقني، وعلى الله ان شاء الله. واعرفكم الدنيا برضه عشان تبقوا انتوا برضه فاهمين الدنيا ماشيه ازاي وكله ياخد باله، فاهم. السلسله هتنزل كامله، انا مش فارقه معايا، انا على الله ان شاء الله مش فارقه معايا، هتنزل ولو على موتي بفضل الله. وهعرف الناس وهفرجهم بفضل الله على الدنيا ماشيه ازاي والدنيا بتدور ازاي. تمام. وصدقني اي حد برضه هيغلط فيا هياخد عقابه برضه، مش فارقه معايا، انا مش فارقه معايا. ما انا عارف يا عادل الكلام ده والكلام ده انا هو سماع الكلام ده عشان حتى لو انت مشغل بتسجل في التليفون او الكلام من ده، لو بتسجل في التليفون او الكلام من ده اسمعني بس. انا ما بسيبش حقي، انا ما بسيبش حقي. تمام. وكمان عايز اعمل مفاجأة حلوة لاخواتي النهاردة واقول لهم بأمر الله تعالى افرجكم على اغرب الحيوانات اللي موجودة في سوق الجمعة باسعارها، وكل الحيوانات الغريبة اللي انتوا ما شفتهاش معايا في حلقات كتيرة جدا ويمكن ما كنتوش هتصدقوا انها موجودة في السوق. العبد لله دي فرجكم على كل حاجة من الابرة للصاروخ، والحاجات اللي غيري ما يعرفش يصورها انا بس بفضل الله اللي بعرف اصورها، عشان احنا اللي عارفين خبايا ودهاليزها واحنا بفضل الله مصدر. استاذة في عمر تلاميذ عارفين خبايا ودهاليز. انا وشي في كل براويز بتشوفين عيال تشفك، مش بتوقف على الحكيرة افلاك خطيرة، مبصر بالبصيرة مش بالبصر، بابا بالتريقة كله بالتريقة. ويا رب الحلقه بتاعت النهارده تعجبكم يا اخواتي. وقفت معاكم في الحلقه اللي فاتت قلت لكم بسبب ان اهلي جم عليا في حوار الحيوانات وان حصل شويه حوارات معايا مع اهل الكار، انا قررت اعتزل. تمام. بس السبع راجع، خلصانه السبع راجع والكل سامع، واحنا هنخلي الكل ينام في المواجع واصحى لينا احنا على الله ان شاء الله. ابن السوق يبيع اكتر مين هيوقفني؟ بعمل الدخلة كله يسقف لي، كله محلس لي، كله تلزق لي، انا مش متابع رزقي، بجري. السلام عليكم فاضي في الله، لسه صاحي. اول حاجه قلت اعملها قلت كتاب اللي انا اخش اصور حلقه جديده من مسلسل ناركوس بالعربي. اتكلمت في اخر حاجه مع حضراتكم ان انا كنت قررت الاعتزال، ثواني بس اوريكم الفا. ايه عسل. انا عايز اقول لكم في تاريخ حياتي انا يعني اعتزلت حاجه 3 4 مرات كده. بسبب اني كنت صغير ما كنتش اقدر اتحمل، انت فاهم، وكان مع كتر الضغط كنت من اي حاجه اروح معتزل، انت فاهمني. وعايز اقول لك الاعتزال ده من الحاجات اللي انت كبني ادم ممكن تفهمك حاجات كتيره جدا واساس العلاقات بينك وبين اي حد، خاصة بينك وبين الناس اللي معاك في الهواية. يعني أنا فاكر في أوقات كتير لما كنت أعتزل كان أغلب الناس ما تسألش فيا تاني ولا تكلمني ولا ازيك ولا عامل ايه زي زمان أو زي ما في وقت أنا موجود في الهواية. عارف ليه؟ عشان كانوا بيتواصلوا معايا، عشان خاطر في حبل ما بيننا اسمه حبل المصلحة. وقت ما أنت بتعتزل الحبل ده بيدوب، فاهم؟ فالناس قال عليك ليه بقى وكلمك ليه، فاهم؟ فدي من الحاجات اللي أنا كنت باخد بالي منها. عشان كده بنصح أي حد في أي مجال، وقت ما أنت تزهق أو تجد او تقفل منه ما تعلنش انك انت اعتزلت، انت فاهم. عشان اللي بيعتزل ده كأنه بيموت. الناس ممكن تنسى كل نجاحاتك وكل اللي انت عملته في حياتك ولكنك كنت موجود اصلا، انت فاهم. وفي نفس الوقت انت برضو بتشوف مين اللي كان عايزك لمصلحة ومين اللي كان عايزك لنفسك.
عايز اقول لك انا والله العظيم كان يجي عليا اوقات ما كنتش اعرف انام، انت فاهم، اللي هو من كتر رنات الناس عليا تسالني وتستفسر، انت فاهم. رغم ذلك لما اجي اعتذر محدش يكلمني خالص، انت فاهم، كانت من الحاجات اللي هي بتضايقني. ولكن مهما اعتزلنا دايما بنرجع، علشان خاطر طالما انت نزلت سوق الجمعة خلاص، انت فاهم، طالما خدت الختم هناك خلاص يستحيل هتبعد عن الهواية دي. بعد كده بتجري معاك في الدم، خلاص انت اتعودت بتربي الحاجات الغريبة اللي مش عند حد، فيستحيل انك انت هتسيب الموضوع وتفرط فيه. كان نفسي ابقى ملاكم او العب كاراتيه او تايكوندو او العب كوره العظيم، حتى فكرت في الاحتراف في الدبليو دبليو اي انا صغير، بس لما لقيت الموضوع مستحيل اخترت ان انا ارجع بقى لهوايتي تاني، ما اعرفش حاجه غيرها، فاهم، خاصه لما انت يبقى ما عندكش صحاب كتير وكده، انت فاهمني، وعايش في وحده، فغصب عنك، انت فاهم، فقررت ان انا اتراجع عن قرار الاعتزال بعد ما خدته، ما اعرفش غير الحيوانات، رجعت لها تاني. عنده من ده. معلش نزل ده كده، شيل برضه في الفيديو. بصوا يا جماعه معايا شغل معلش بعد اذنك، عسل يا عسل. بصوا يا جماعه ما شاء الله. عايز اقول لك اول ما رجعت، انت فاهمني، قررنا ان احنا نشتغل في الحيوانات، انت فاهم، صور شراسة اهي، بص الف عدل ده، انت يا بيت. رجعت من تاني وانزل للسوق من تاني واتفرج على الحيوانات اللي بحبها من تاني واشتري اللي انا عايزه من تاني وانقل خبرتي لاخواتي من تاني وافرجهم على الحاجات اللي بتخليني معرفش الليل وعاني من كتر حبي ليهم، اللي على طول للاسف اذاني وشغلنا عن حبايبي ونساني. بعدين لقيت ان انا المفروض اشكرهم من تاني. ويلا بينا على الجوله، الضرب نار من قلب سوق الجمعه، واللايك والشير والكومنت يا اخويا والاشتراك. عامله 200 جنيه ما شاء الله. اللي جنبها ده عامله 200 برضه كويس. الغينيا بيقول لك بتاكل البني ادمين، دي بتاكل يا جماعه القوارض زي ما قال لنا احمد قبل كده، ولحوم الفراخ. عامله كام البوم وجه قلب النهارده؟ 350 جنيه بس عند ابو ناصر. الله يبارك فيك. هتطولها قد ايه يا عم سيد؟ دي متر وربع. متر وربع. صلى على النبي يمشي. بصوا يا جماعه، نوادر ما تشوف حاجه زي كده في سوق الجمعه. بصوا اهل سوق الجمعه بيتفرجوا على العصر حبيبي. ب 180 عند سيد ابو قلب. 180. بيصلي على النبي يكسب. الله ينور. الله يبارك لك. في نت حوامل معاها اولاد هنا. دي مولوده اهي. بصوا يا جماعه معاها ابنها. متكلم اهو. بيتكلم يا جماعه، يعني ما حدش يستقبل حاجه زي كده. اول مشروع ابداه لما دخلت حوار تجاره الحيوانات ده كان حاجه اسمها مايس، ودي فئران تجارب بيضة او قوارض الفا، لو شافتها تاكلها، انت فاهم. وكان الشباب في الوقت بيستخدموها يعني عشان ياكلوا بقى الزواحف والصقور والجوارح والحاجات اللي زي كده، كان عليها طلب جامد قوي. فاحنا رجعنا وبفكرة جاري، بعد ما رجعت من الاعتزال رجعت لصاحبي القديم اللي كنت بخلي حيوانات عنده، رجعت بتفكير تجاري، انت فاهم. قلت لا، انا هرجع وهعمل بصمه كمان وهعلم على سين وصاد وعين اللي قلت لكم عنه. بوظنا سعرها، عملنا مزارع قوارض في التجارب، واسلام كرم نزل وهرج عروض، انت فاهم، لحد ما بقى بينافس في تجار، انت فاهمني. الفرد كان بيتباع ب4 جنيه من كذا سنه، انت فاهم، احنا كنا بنبيعها بكده. وعشان اخواتي ما يتوهوش مني، انا هحكي لكم دلوقتي عن خلاف بيني وبين احد التجار وعمل معايا ايه وبيعملوا مع بعض ايه، وعشان لو انت برضو تبقى واخد بالك هم اساسهم ايه وانت فاهم بيعمل ايه، واللي انا بتكلم عنهم بس انا ما جمعتش. تمام يا جدعان، ده للعظه والجاي سواء عن الناس الوحشه اللي انا بتكلم عنهم بس. نزلنا السعر بتاعها، خلوه يبقى جنيه و2 جنيه عشان خاطر احنا نخلي كل مساعد نسهل عليها التربيه، لان في حيوانات محدش بيعرف كان يوفر لها اكل ساعتها زي التعليم والكلام ده، بتاكل فئران والكلام من ده، والورق والصحاوي والزواحف واغلب الزواحف وكده والحشرات والكلام من ده، فما كانش حد بيعرف يوفرها. فاحنا قررنا ان احنا ننتجها ونرخص سعرها. الموضوع ده ما عجبش ناس معينه كانوا معانا في الموضوع، كانوا موجودين بيتاجروا قبل مننا واساميهم لامعه عننا ساعتها، فاحنا مجرد بالنسبه لهم شباب صغير بنبوظ لهم شغلهم، لحد ما ده ضايق تاجر مشهور عنده مكان كبير وبينتج باعداد كبيره وبيودي المعامل الشغل ده. عايز اقول لكم التاجر ده مره قابلني غلط فيا، انت فاهم، قال لي كلام مجرح شويه، انت فاهم، قال لي انت بتبوظ لي شغلي، ومثلا ما بقاش انا اللي هو عندي ويجي واحد ملوش عايزه زي ما كلمني كده ومأمن ومش عارف ايه ومعفن اللي هو يبوظ لي شغلي ويضرب لي شغلي. يعني كان معايا واحد صاحبي اخويا الكبير استاذ كارولوس الديزل، انت فاهم، رد عليه وانا كنت مكبر استاذ كارولوس مش عارف اتكلم قدامه، بس الراجل ده غلط فيا غلط وحش قوي، انت فاهم.
اللي هو لا مؤاخذة انت بتلعب في لا مؤاخذة، انت فاهم؟ فانت بالنسبة لنا قد كده اهو، فما تجيش ايه تعمل عروض وتنافس، انت فاهم؟ مع حيتان زي حالاتنا. كان بيتكلم عن نفسه يعني، انت فاهمني؟ انت بالنسبة لنا مش موجود، ومتبقاش انت معاك كام اسرة بتنتج منهم وتعمل لنا بيهم حوار وقصة، وانك انت البعبع، انت فاهم؟ وتبوظ شغل ناس عندها عائلات. انتوا لسه قد كده اهو، فاهم؟ ومالكوش عازة، وانتوا عشان انت يعني بكم أسرة مايس بتنتج منها هتوقف لي شغل بالمئات حتى ركنوا عندي في المخازن. ده انتوا شباب مالكوش عازة، وانتوا التقدير في اجازة وكلام غريب كده. وعايز اقولك الشخص ده هو كان برضه انت فاهم يعني بيورد المايس ده وفنان التجارب دي اللي عامل المصل واللقاح، انت فاهمني؟ كان بينتج بالاعداد والكميات وكده. فهم عرفنا بعد كده ان في حاجه اسمها سوق، ولازم الاسعار انت ماشي عليها على حس السوق بيبيع بجنيه انت تبيع بجنيه، ما ينفعش يبقى بيبيع ب 10 وانت تبيع ب 2 جنيه، عشان انت كده بتضرب له السعر. بس انا كان دماغي مختلفه، ان انا مالي بيك، ده شغل والارزاق على الله، ده سوق. ماشي الحال واحد داخل حتى يسترزق، ده كده تغلط فيه، انت فاهمني؟ الارزاق على الله، ما كل واحد حر، وانتوا هتحتكروا الاسواق لنفسكم. الواحد يبيع باللي يعجبه، بس في ناس بيبقى عندها مشاكل شويه من جوه يعني. كل نظرة منهم ليا تلاقي فيها غل، مش بحل كله بيعلى فترة وبعدين يقل، الناس بتمل من لونه، ما عادش بيرن تليفونه، جمهوره يقل زي كونه. بس اللي عجبني في رده ساعتها كان اخويا كرولوس الديزي، قال له بقول لك ايه، لا مؤاخذة دي مش عندنا احنا، انت تقدر تدور عليها فين وتعرف مكانها كويس، تمام؟ اللي انت بتكلمهم دول رجالة، والسوق مفتوح للجميع، الارزاق على الله. انا كنت من القازمين الغيظ والعارفين عن الناس عشان اخويا كرولوس بس، مش اكتر والله. المهم انا خدت الكلمتين ونفضت عليهم، وشايف انا ببوظ له سوق، ببوظ له حاجته، محدش بياخد منه، بيجي ياخدوا مني مع انه هو اكبر مني في الشغل، فالشغل بس. ليه في رزقنا انتم باصين فكك لو كده مين؟ الحمد لله بابلو سكين، مش ملك ولا وزير، الشارع عالتوافين، كان نفسي اكون واحد منهم بس كلهم خنازير، غلبانين مش طمعان في كتير، مش هتكفي نصير مغيبين، زلتم مزيفين مالي عيونكم الغيرة، احنا حاطين اكل ناس حاطين نفسي باللي في ايدك، لازمنيش عالبيرة، انا بعمل خدمة بعمل فلوس. فالمهم دي الامور وصلت لحدها هنا، تمام؟ بس انا طبعا الكلام ما عجبنيش وفضلت مستمر على اللي انا فيه. فالمهم وصلت بقى لايه؟ انا فضلت مستمر على الصعب بتاعتي، ووفرت ناس كتير، كان في ناس تيجي تاخد مني وناس اروح لها، ومشيت على هذا الاساس. بس الغريب ان هو التاجر ده كان اكبر مني بحوالي 30 سنة ولا 20 سنة. نقول له جده، انت فاهم؟ جده في السن مش في الغيب. فاللي انا عايز اقوله لكن كان شاغل نفسه بيها جامد اوي، حياتنا في دماغه. ولما كبرت عرفت ليه. في ناس ممكن تاخد بالها من وانت صغير، تبقى عارفاك، انت فاهمني؟ او عندها نظرة فيك، الشخص ده لو كبر بنفس الشخصية او نفس النظام اللي هو فيه هيوصل لفين، فبيحاولوا من بدل انهم يوقعوك، انت فاهم؟ بس ده اللي انا اكتشفته في كل حياتي. اساس الناس اللي كانت بتعاديني بتقول السبب دي من وانا بادئ، ولما كبرت عرفت ان كلامهم كان صح. فان فعلا انا لما كبرت ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوه الا بالله عديتهم. غصب عنك انا فوق، دي الحقيقة مش كلام، تشتمني في ظهري في وشي تضحك، كل حاجة جاتلي انت مش تمام. يا لهوي يا اسطى عني فاق، اقنعني بس ازاي عامل حبيبي وانا عيبي ان في يوم اصب فيك اسير كمان. ليه عيونكم بصراي شيلوا عني العين، استحالة تكون صحاب يا حاقدين يا كارهين، مش هتمشي بالطريقة مهما قلت واسيب، كلامكم كله على الفاضي، كلامكم كله تحويل، احط عليك ولا المعين. بس عايز اقول لك حاجه، عشان انا برضو يعني اوصل اللي انا فيه ده، الدنيا ربتني، انت فاهم؟ وسوق جمعه رباني، وهوايتي والشارع اكتر ما ابويا وامي رباني، دي حقيقه، انت فاهم؟ ما بنكرهاش انا. مفيش مفروغ منه الكلام اللي انا بقوله ده، انت فاهم؟ لحد ما جه في وقت كده من الاوقات كنت انزل السوق الاقي حد بيحاول يرخم عليا عشان يجر شكلي. عايز اقول لك بقى نفس التاجر ده سلط حد يمسك فيا ويتخانق معايا مره واثنين وثلاثه واربعه، لحد ما جينا في وقت ومسكنا في بعض بجد، انت فاهم؟ حلوة منك قد سنك، ضربتي ضرب العادي في 6، يا ريت تهزيه يقل منك، ده لا لحظه فيكو ايا ساعة.
كان معايا ساعتها اخويا احمد ميدو الله يمسيه بالخير. الواد عمل معاه حركه وحشه، ضربني كده على غدر وعلى غفله، انت فاهمني، وانا قاعد على كرسي في قهوه كلنا قاعدين، جه قدام الناس، فهي وحشه ان هو هني قدام كذا حد، انت فاهم، انا ما فيش بيني وبينك حاجه، وجاي على غفله راح قام ضربني على رجلي، انت فاهم. فانا غشيم، انا رحت ساحب الكرسي اخويا ابن الحلال، وكنت قاعد على كرسي ورحت قايم ولسه هلبسه له اطلع دماغه منه، والكتاب ربنا كنت اطلع دماغه منه، عشان مشكلتي ان انا غشيم، ودي حاجه ناس كتير يعني في اللي يعرفها عني وفي اللي ما يعرفهاش، انت فاهم. ولكن مسكوا منه احمد ميدو الكرسي في الهوا، انت فاهم. انا كنت على كنت بص يعني لو ميدو اخويا الكبير احنا انت فاهم، لو حد تاني كان مسكت فيه، انت فاهمني، وكان ضربته. انت بتمسك الكرسي مني، انت بتحرم عليه قدره اللي ربنا كتب عليه النهارده، ان دماغه يا ابني الناس. لقيت الكرسي اتمسك، لفيت اتخانق مع ميدو، فسبت الكرسي، راح معلم جاي مغفلني من ورا، مسك فيا قلبنا على الارض، انت فاهم. واللي سلطوا عليا ده بيتخانق خناق اطفال، يقعد يعضض والشغل العبيط ده يتقبل والكلام من ده، وانا ما عنديش كده، انا كان ايه الايد السرعانه كسبانه. في نفس الوقت ده كان نفس الشخص اللي هو بيحاول يهاجمني، كان نفس الشخص لسه مسمعني الكلمتين دول، اللي هو شايف ان انا بوظ لي شغله، كان قاعد جنبينا حاطط رجل على رجل وبيشرب بوز. ولما يعني رتبنا الاحداث عرفت ان هذا الشخص هو اللي مسلطه على انه يعمل معاه مشكله ويقول تمام. رقم واحد ده مش انت، عشان انت 9 وصاحبك 6، شاب نشوطين تيجي على السكه، عيالاش منك انا مقعدها في بيتك. عايز اقول لك انا بكره حاجه اسمها مشاكل، ما بحبش اروح للمشاكل معايا انا بالذات، ان انا من الناس اللي ما ينفعش اتخانق، انت فاهم، ان انا ممكن في مره تيجي معايا في مصيبه لا قدر الله يكون اخرتها قبل ما اشنق. انا في مره من وانا في ثانويه عامه، شاب كان معايا في الدرس واحد صاحبي شتمني بامي، غلط فيها مره 2 3 4. انا عايز اقول لك وصلت لحد انه قعد الساعه ونص الكاملين بتوع الدرس انه يغلط فيها ويهين في امي، انت فاهم، وكلام قذر جدا جدا ويضحك، وكان مستضعفني عشان انا كنت اصغر منه واقل منه، فهو شايفني الا وانا نص جسمه، انت فاهم، هو بودي بيلدينج والحكايه والروايه، وانا مع اصل سعيد يا جدعان، فاهم، يعني لو على موتي، انت فاهم، ما بقبلش. فضلت ساكت ساعه ونص، خدت شحنه بنت جنيه، نفس الشحنه اللي واخدها الف عشان تقعد ساكته في الحلقه، ووريته بقى ايه، وريته الديب لما بيسكت، انت فاهم، بيبقى ساكت ليه. عايز اقول لك وكتاب الله اخويا ابن الحلال، خليته اول ما احنا لسه نازلين من الدرس، انت فاهم، بصيت جنب مني كده لقيت مول السرير، رحت ساحبها، انت فاهم، ونازل لسه يضحك ويهزر ويشتم، قال لك قلبه ما يجيبوش يضرب واحد بحاجه زي كده، لقى نفسه على الارض مرمي، قعدوا ربع ساعه يفوقوه، ما اعرفش ايه اللي حصل، بس انا ضربته بمولة السرير، شطه زي الكوره بولينج، انت فاهم، كده وبضرب غشامه كأني محدف كوره، انت فاهم. اللي فوقوه ربع ساعه، نزل صاحب المركز ساعتها بصلي كده واتصدم، ما صدقش ان انا عملت حاجه زي كده، وانا قلت يا رب عشان لو لا قدر الله كان مات او حصل لي حاجه كان زي اتعدمت، انت فاهم، وغير كده ما كانش الموضوع مستاهل ده كله يعني، انت فاهم. والحمد لله ربع ساعه كده وجابوا له ميه وما بسكر مش عارف ايه وفوقوه. قصت في مرة الاقي نفسي كسرت السن طلع لي ناس، شفتوا مني ده الغلاف، صعب افتح لك الكتاب، سهل افتح لك النافوخ، معلش تخلص الخلاف، معلش تخلص الخلاف. وتشغل اجدال برضو بعدها بفتره كده، يعني جيت برضو شباب نكشوني، انا كنت ماشي في الشارع راجع من الجيم وكلام من ده، وجاي الحدف على طول، رجعت لهم مين الشباب اللي عمل حاجه زي كده، فكلهم ايه روح اشوف مين اللي ضربك، وروح اشوف مين اللي مش عارف ايه، وروح اشوف مين. فانا كان مضايقني، انت فاهم، يا ابني مين اللي عمل كده يقول ويتاسف انا سامحه، ولا واحد فيهم رضى يقول. رحت انا واخد بعض وماشي، وبعدين ايه سايب على نفسي، قلت طب انا مش هروح زعلان، انت فاهم، مش هروح انا زعلان زي قبله انا هاخد حقي، انت فاهم، عشان ساعات كنت بفوت ساعات كنت باخد حقي، فاهم. رحت راجع له، فقلت له معاد لحد 3 اللي مش هيقول مين اللي ضرب. كان في عصايه برضه لقيتها بالصدفه، قلت لهم دي هتبقى على دماغه. قالوا لك قلبه ما يجيبوش يضرب، ده احنا 3 وهو واحد لوحده وخشبه تخينه قوي، مش هيعمل كده. 1 ويقول انا هسامحه. 2 احنا ما عملنالكش حاجه. 3 كان دماغ واحد متشاطه، واد نزل على الارض قعد يصرخ،
يقول لك دماغي. الاتنين التانيين طلعوا يجروا. وكتاب الله الاتنين التانيين طلعوا يجروا، فده المميز في الحوار ده، انت فاهم؟ لو عليك كتيبة بالقلب يا اسطى، بالقلب مش بالعدد، انت فاهم؟ الاتنين طلعوا يجروا، وعين الصفات ده فضل يصوت، انت فاهم؟ ويعمل له تليفونه، واتنين اختفوا، بس جريت ورا واحد فيهم عشان اجيبه، بس حظه كان اسرع مني، انت فاهم؟ المهم معايا اللي وقع في الارض ده، ويعمل له تليفونه، ورحت انا واخده، انت فاهم؟ ما اعرفش ليه، بس كنت عايز اعدبهم، انت فاهم؟ فالمهم ايه، مشيت شويه، كنت مجرم وانا صغير، مشيت شويه فلقيت الواد بيجري ورايا وحاطط ايده على راسه وبيقول يا دماغي، بصوت غريب، انت فاهم؟ فاهم؟ هو بيجري ورايا ليه؟ لما افتكرت ان في دي التليفون بتاعه. انا ما كنتش واخده عشان التليفون عشان سرقه ولا، بس كنت عايز اعدبه، كان في غيظ منهم، انت فاهم؟ عشان هو ده الواد اللي كان تقريبا حدف عليا الطوبه، عشان هو كان اكتر واحد بيضحك فيهم لما كنت بسال في الاول. لما المهم لقيته بيجري ورايا، رحت واخد التليفون بتاعه، ببص كده، رحت باصص له كده، ايه ده شكله بيجري على شرعايز ده، خد. ورحت حادفه بقى ايه، بس حدفته ورايا كده اهو. وعن شرط ان في الحدفه كنت بحدف بكل عزم لفوق كده اهو، بص كده تاني. الفكره ان التليفون نزل عرض اتكسر، الواد مسك فيه قعد يحاول يصلح فيه، انت فاهم؟ رحت انا سايبه وقلبه ومتكل على البيت بعد ما رضيت نفسي منه، فعشان كده انا ما بحبش اروح للمشاكل، فاهم حاجه؟ وقعت معايا تستغيث، تسمع مني تستفيد، في دماغي وسواس، سوق لي ظني بالناس، بعملنا بحسن نضف نفوسنا، واتاري العيب من الناس. الفكره كلها انك انت لما تبقى انت عارف ان انت مصيرك في الاخر هيبقى ايه، لو انت مشيت ورا شخصيتك دي، انا عصبي بطريقه ما حدش يتخيلها، فاهم؟ وغشيم، فعشان كده بحاول ابعد عن المشاكل، الناس بتستضعف ده. انا عايز اقول لك، طلع بقى الواد اللي انا حكيت لكم عنه اللي وزوا عليا، طلع مين؟ طلع كان نفس التاجر اللي كان بيقول لي ما تنافسوناش، طلع هو اللي وزوا عليهم. وفي وقت ما كنا انا والواد ده ماسكين في بعض، انت فاهم؟ كان هو التاجر ده قاعد بيشرب شيشه قدامنا، ما مش حتى حجز ولا قال في ايه، كان قاعد مبسوط وبيشيش. اما انا دورت طبعا، رحت سالت صاحبي القديم ساعتها في الكلام ده، قال لي هو ما قامش من الكرسي لان هو اللي مسلطهم عليه. فعشان كده اقول لكم السود علمني حاجات كتير قوي اكتر من عدد شعر راسي اللي وقع، انت فاهم؟ هو اللي عمل بفضل الله صلاه وكرم بعد ربنا، يعني انت فاهمني؟ واتاكدت من صاحبي ومن ناس كتير، عرفت بعد كده. وبعدين عرفت ان الشخص ده الدنيا معاه بايظه، الولد ده اللي هو كان بيجر في شكلي، ما يعني شبه الدنيا معاه بايظه، انت فاهمني؟ مشاكل اسريه معاه كتير، مش قاعد مع اهله، فالتاجر ده متبنيه، فاهمني؟ فهو بالنسبه له يعمل اي حاجه عشان عسلين بنعملوا الخل، نادر اما يكرهنا حد، وارد اوي يكرهنا كل، وارد اوي يكرهنا قط، جامد اوي جري الفعل. خدت فتره كده، وبعدين دخلت خلاف مع صاحبي الاولاني، انا بتاجر معاه، وبعدين قررنا كل واحد يروح لحاله، وخدت حاجتي. انت شاركت مع صاحبي ده ما دامتش، انت فاهم؟ على طول كنا في مشاكل مع بعضينا، انا كنت متعشم فيه زياده عن اللزوم، وكان الحاجات دي بتضايقه، فاهم؟ يعني مثلا ممكن اروح له مثلا البيت، اسيب مثلا شويه برسيم عنده، كنت هديهم مثلا لغنية بيج او حاجه او ارانب، فاسيبهم عنده وامشي. بعد ما انزل، انت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ انت مش قاعد في زريبه، انت تنظف قبل ما تعمل، انت مش هتطلع عيني ولا هو حقه برضه عشان ما تعبوش، بس انا كنت متعشم فيه بزياده، بس هو كان بيجرحني لانه كان بيقول ايه، يعني انا لما جنب مني وخليك معايا وانت اهلك رامينك في الشارع وتبقى دي جزاتي، عشان اقول لكم ان اهلي كانوا مانعيني ادخل حيوانات في البيت، انت فاهم؟ ومانعيني ان انا اشوف شغل في البيت ولا كحيوانات يعني وكده، وكهوايه حتى، وان انا امارسها. فهل دي جزات ان انا وقفت معاك؟ يعني اهلك رموك في الشارع وانا اللي جايبك عندي تعمل معايا كده وتتعبني؟ فبالنسبه لي كانت معايره، وانا كنت حاجه بتضايقني عشان نفسي حره عزيزه. عايز اقول لك حتى مره من كتر ما اتضايقت من كلامه، انت فاهمني؟ مع ان اهلي منبهين عليا لو اي حيوانات رجعت البيت احنا هنموتها لك، خدت الحاجه اللي عنده ورحت موديها للبيت، انت فاهمني؟ بنفس عزيزه كده، ما قلت اللي يحصل يحصل، اللي الديب عزيز النفس برضه، انت فاهم؟ الديب عزيز النفس، اهلي مسكوا فيها ساعتها، وانت فاهمني؟ لو رجعت تاني ابوس على ايديهم عشان يخلوا الحاجه لحد ما ابيعها ومش عارف ايه. بس انتهى الاسبوع بس على ما صرفها، كان اسبوع صعب جدا. كان معايا 30 علبه، كل علبه فيها اسره فئران، وتنتج بتجيب عيال،
عايز اقول لك كان في زبون اللي معلم معاه قوي فاكره قوي. كان واحد غلط فيا هو ومراته وانا غلطت فيهم وغلطنا مع بعضينا ومش عارف، انا صغير انت فاهم. فعملنا بعدها بلوكات، كان جاي مني شغل بعد ما خدش تشغلك ده، لقيت رقم تاني لقيت رقم غريب بيرن على بعدها بفتره، ورحت اديله حاجه لقيته هو ومراته، وقال لي ولا كان فيها حاجه حصل خربت، معناش لما بعد شتم وجرحها انت فاهم، هو ومراته انت متخيل يعني. هو كان جاي في كمين، لكن الراجل كان بيس قوي عادي يعني. ده انا شفت حاجات ما حدش يشوفها والله يا جدعان. بس بعصر حوارات معاه غريبه. وجي اخ ليا اللي هو اقرب واحد ليا في العيله تمام، كان قريبي ساعتها عمل لي حسبه بسببه. انا رحت راجع سايب الحوار ده واعتزلت وقفلت الباب ده ساعتها، انه عمل لي حسبه وراني ان انا خسران وبتاجر في الخساره. قال لي يعني شويه فيران تجارب انت جايبهم بتنتج منهم، كنت دافع فيهم حاجه 1500 وساعتها كنت كل اللي لميته 1500. قال لي فانت كل اللي عملته بقالك 6 شهور طاحن نفسك يا دوبك، اللي عملته كله انك لميت تمن المشروع فاهم. طب انت في 6 شهور دول لو كان نزلت اي شغل خاص تاني بره كان زمانك خدت مكسب، فلوس هتاخدها مكسب، هتصرف منها اكل ومواصلات وتاخد منها مكسب. مش بقالك 6 شهور ولا 4 شهور ساعتها كنت شغال في تجارة الحيوانات وما عملتش حاجة غير انك لميت الفلوس اللي انت صرفتها في العلب والأحواض والتجهيزات بتاعت الفئران دي واكلها وشربها، والفلوس اللي انت جبتهم بيها. انا كنت جايبهم ب1500 وبعت منهم ب1500، فقال انت ما استفدتش حاجة. فلو كان نزلت كده خلاص كان احسن لك. عايز اقول لك بسبب الكلمتين دول قررت اعتزل واسيب الموضوع خالص، فهو كان بيساعدني بصراحة. هو الوحيد اللي اقنعني ان انا ماشي كده غلط، الموضوع يبقى فيه فايده على المدى البعيد، الوحيد اللي اقنعني بالورقه والقلم. وقررت ان انا اوقف الحوار ده، وبالفعل رحت ماشي 30 اسره، وكان الموضوع صعب جدا، بعتهم بعلاقهم وحاجتهم، الموضوع كان صعب جدا جدا عليا، بس ما اقتنعتش غير بالورقه والقلم. وقفلت الموضوع ده لحد هنا، وكانت اخرتي في حوار التجاره والكلام من ده تمام. وبعدين بقى رجعت انزل بوستات وانشر والكلام من ده، وننزل السوق كل يوم جمعه ونتعرف على الناس ومش عارف ايه وبتاع، ورجعت اللي اعرف الناس وانزل معلومات وكلام من ده بس، ووقفت موضوع التجاره. ونرجع لسوق جمعة من تاني وجولاته اللي كانت وحشاني واللي حكيته، عشان حبيت بس اعرفكم ان في بعض الناس دماغها بتشتغل ازاي، ومش كل الناس حلوة يا جدعان، وبعرفكم بيمشوها ازاي الناس الوحشة، ولسه كمان هوريكم الوحشة كلها. بس خلينا نرجع لجولات حلوة لطيفة من السوق. سوق الجمعة اللي اتعلمت منه ياما دروس فادتني وهتفيدني لحد يوم القيامة. الدنيا صراع في صراع، كله بياكل في كله، ومعنى طيبة ضاع اشكي لمين واقول له. الدنيا مالها قلبت غابة، الارنب فيها ملوش مكان، والغلبة بس للديابة. لو سلمت دماغك للفكرة هتعيش كآبة. اقول لك على اللي يخلي الفكرة تمر بنور سحابة. اسمع دوام الحال من المحال، صدقني بكرة الشمس تطلع مهما ليلك طال. مهما مراكبك عطلت وقفت ما تكتئبش، سيبها على الله وتوكل، صدقني بكرة تمشي. باشا مصر نور الدنيا 600 و800. ده نوعه ايه؟ كناريا ما شاء الله. ده مش بجعة، دوت طار لقلق شبه البجعة شوية. عامل كام يا كبير؟ عامل 500. التوني ايجل ده 4.5 ماشي. الجليزر سبوتد ده 2000 جنيه. الحمام التعابين ده 2000 جنيه ما شاء الله. 1200 جنيه البراهما. عامل كام يا كبير؟ ده الحته عامله 500. اديك عامل 500. اديك انا 500 ما شاء الله. عايز تصور له وشه صور الله يبارك يقفلك اهو. ده عامل 1200. الله يبارك لك. في يمني اهو اللي بيذكر ربنا. ده على القرب ما شاء الله. بص يا عم ساجد، ده امام يمني بيذكر كرتوه تخين ونتاته رفيع. الله يبارك لك. على فراخ اي حاجه كله شغال. ده تعبان. بص لنا ازاي يقول لكم ما تنسوش تفعلوا الشهور. ده تعبان غير سام. طبعا ده من اشهر التعابين اللي بتتباع في السوق. ودلوقتي طبعا هنا بنفرجكم على الحيوانات اللي موجوده في السوق باسعارها ومتوسطاتها. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يفعل جرس الاشتراك وتاكد من تفعيل زرار تلقي كل الاشعارات الخاصه بالقناه، ولايك وشير كومنت جميل عشان دائما ان شاء الله يوصل لكم المحتوى التقيل. طبعا انا بادئ ان كلامي بدا يخطرف شويه بس من الضغط او التعب على الشغل بتاعنا، بس يا رب ان شاء الله اللي يطلع من القلب يوصل لقلب اخواتنا بفضل الله تعالى. سوق جمعة فيه كل حاجة، وطبعا اغلب سوق الزواحف وسوق الجوارح بيكون موجود فيه تعبان ابو السيور. ده من اشهر التعابين اللي موجوده هناك واكتر حاجه اللي الناس بتربيها، وده بيتغذى على القوارض والسحالي والحاجات اللي زي كده مره كل 15 يوم. في برضو الارقم
عندك برضو القنفذ، وده بيتغذى على الحشرات، بيتغذى على ضرائب القطط والكلاب، حيوان كمكام يعني بشكل عام. كمان في سحالي ام الحياة، ودي بتاكل حشرات وزبادي، وممكن بيض مسلوق، وممكن لحوم فراخ برضو. عندك طبعا التماسيح كمان بالله موجودة في سوق الجمعة بكثرة، بتاكل الاسماك وبتعشى حاجة اسمها فشة وكبدة، وممكن تاكل لحوم الفراخ برضو مفيش اي مشكلة. حتى فنان التجارب يا جدعان بتاكلها، وحاجات هادية وجميلة جدا. التمساح النيلي يا جدعان بيتربى وحاجة جميلة. في عندك كمان السلحفة اللي هي ذات الأذن الحمراء أو الترسة الخضراء، تاكل أكل السمك. كمان عندك والحوامات بجميع أنواعها بفضل الله تعالى بياكلوا فنان التجارب والسحالي ولحوم الفراخ النية. في أنواع بتتدرب كتير وتيجي تاني ودعو وكده، زي البومة دي اللي هي البومة العقبية أو البومة المقرنة أو البومة طويلة الأذن. في عندك سلاحف الماء اللي احنا لسه متكلمين عليها، بس دلوقتي جايب لكم الصغير منها والكبير، والاتنين اكلهم اكل سمك وسمك. ونرجع لمرجوعنا سريعا. يجي بعدها رحت مفكر مغير النشاط خالص، رحت شغال في حوار السخانات ده، انت فاهم. كنت اجيب السخانات واللمط بتاعت الزواحف، يعني مثلا اللي هي زي كده، بس كان سخانات بقى بسرموستات ودمر، انت فاهم، وحاجات زي كده وحاجات كده يعني تحت الزواحف وكده، عشان الزواحف بيحتاج حرارة في الحوض بتاعها، لازم من مثلا في حدود 30 درجة مئوية، فبتتظبط انت فاهم بسرموستات او دمر، عشان اسف على السجارة. فانا في البداية بقى ما كانش حد، كان الناس لسه جديد بتربي زواحف وما تعرفش حاجة عنها، ما تعرفش ازاي توفر لها مستلزماتها. فانا دخلت العب على الحتة دي فاهم، وبدأت بالفعل اوفر حاجة زي كده، انت فاهمني. بقيت اوفر حوارات المستلزمات والحاجات اللي زي كده. وفي زبون معلق معايا قوي من كذا سنه كده، كان مره واحد دخلت له محطه مصر عشان اديله السخان وسرموستات عشان ياخدهم فاهم، ولحقته بيهم وهو في القطر، وكان عملنا مشهد كده زي المشهد بتاع كاجول وشاروخان، انت فاهم، اللي هو كان في القطر والقطر بيمشي وانا داخل وعمال ادور عليه، ورصيف 11 فين ورصيف 11 فين، وهو بلده وهو واقف، وكنا يا اسلام انا هون، هو يا اسلام تمام، هو يا اسلام، وانا شايفه عمال بجري عليه، انت فاهم، عشان اديله حاجته، عمال طول مديني فيها فلوس، انت فاهمني، واجري واجري واجري. المهم ايه، على اخر نفس رحت ايه ابوك في الباب، اتفضل امسك حاجتك يا باشا، امسك، عايز اكل عيش فاهم، خد حاجتك يا باشا. ابن السوق يبيع اكتر، مين هيوقفني؟ بعمل الدخله، كله يسقف لي، كله محلس لي، كله تلزق لي، انا مش متابع رزقي، بجري لازم حدش حاسس بالشقيان يابا، حدش حاسس بالغلبان يابا، حدش حاسس بالتعبان يابا، حدش حاسس. المهم بقى له فلوس، فانا ما كانش معايا فكه، طب هعمل ايه؟ انا هعيط يا رب يا رب لا افكر عشان ناخد الاوردر بدل ما نلغيه. المهم ايه، واحنا على باب القطر والقطر ماشي فاهم، وراجع بيه للصعيد، وانا الكلام ده كان في محطه مصر القاهره. اخر نفس راح هو قال لي طب اديني حاجه تاني، اديني حاجه تاني، اديني حاجه تاني. قلت له خد، قلت له خد، انا لما على خد، سلام عليكم، سلام عليكم. كان مبسوط قوي. اكتر حاجه فرحتني ان انا قلت ده ما راحش من ايدي، عشان على طول في كل حاجه هتلاقوني فايتر مقاتل يا جدعان، انت فاهم اللي هو لا هعمل انت فاهم، مش هتروح من ايدي، مش هتروح بفرصه. فتشغل اقدار بالفعل خد الحاجه ومشي. وبعد ما روح قال انا عجبني فيك ان شخصيتك كده، انت شاب مقاتل، انت فاهم، ما شاء الله تبارك الله، فايتر سعياجي. المهم ايه، بدي جلسة كهربا في الصدر رجع سلكان، دورت المكنة جعان، دور ما لقيتش امان، من الاسمنت انا ببني كيان، فكك مدني البس لي الميري، وش رجلي وشك تمريني، خدش حق غيب الاسترليني، ثابت سن انا مسيح في المجال ده مسمار، ثابت اكسس ستار، بلا بلا كله منفوخ منظر بس بإبرة يفضع. سند على الهوا فما فيش كسر كله، احنا في زمن الشاكيش، مستف كله في كومبو، مش عاوز ولا كلمة، سمعت كل الحواديت. السخانات دي في ناس ما عرفتش تستخدمها، في الاخر اكتشفت ان فيها مشكله مش كويسه، في ناس استخدمتها غلط، في حاجات كتير الناس اسهل استخدامها لدرجه ان في حيوانات ماتت. ممكن السخونيه تخرب الدنيا لو علت وزادت عن اللزوم، ومش كل الناس بتعرف تتعامل معاها، لان الزواحف بتحتاج اجهزه التدفئه، فانا كنت بوفرها. ففي ناس ما كانتش بتعرف تظبط الحراره، فممكن الحراره تعلي منها، فيبقى اذا الحيوان هيتسلق. فرحت موقف الموضوع خالص. والمشكله كمان الاكبر ان انا اكتشفت ان انا مكسبي كنت بدفعه في المواصلات، انت فاهم،
مش هروح واجي يعني واحد طلع لي منه 50 جنيه ولا 40 جنيه وده اصرفها في مواصلات بيني وبينه، ما كنتش اخد منه مواصلات ده بقى. يا ما عدتش غير لما كبرت كتاب الله. ساعتها انا سبت الغية ورحت منزل اعتزال، انت فاهم. ساعتها استاذ فارس في الشغل المجال هيفقد قطب من اقطابه، وانا قلت له تسلم ساعتها الله يبارك لك وبتاع، انت فاهم. بس هو حقه بصراحه ان انا ساعتها كنت فاكر كان استاذ فارس بيكلمني بالصيغه دي انها جد، فاهم. بس انا ساعتها فعلا هو كان حقه انه يوصل للمرحله دي معايا لما كبرت او حللت، يعني ان انا كنت كثير الصياح، انت فاهم، وكثير الاعتزالات، فاهمني. وفي كان ساعتها عتاوله بتربي تاني غيري، انت فاهم، ما بتعملش اللي انا بعمله ده، انت فاهم. فهو زي ما تقول في ناس بتزهق، انت فاهم، خلاص يا عم، انت فاهمني، خلاص. بس انا عايز اقول لك في العصر اللي احنا فيه دلوقتي ساعتها ده ما كانش يفرق، بس استاذ فارس بس بجد دلوقتي لو اسلام كرم اعتزل الدنيا يعني هيفرق بجد. محطات القطورة هتضرب في بعضيها، انت فاهم. زميلي سيرها تجيلي، عارف نفسي مش طماع، عارف نفسي مش طماع، عاوز حقي مش قطاع. انا دلوقتي بفضل الله، يعني لما انا كنت بقول ساعتها كان فعلا كان كله لو اتكلم ليه حق، انا ما كنتش فعلا ساعتها، انت فاهم، اللي هو يعني هو استاذ فارس قال المجال هيفقد قطب من اقطابه ساعتها، فهو كان قالها من كتر ما كان متضايق ان انا بعمل حاجات مالهاش، وفي ناس اتقل مني، انت فاهم، ما بتعملش كده. لكن في العصر الحالي المجال بعد شوف كام سنه لو قررت احداث دلوقتي هيبقى المجال فعلا فقد قطب من اقطابه، الحمد لله. اما كبرت بس عرفت انها كانت تريقه، انت فاهم. بس عايز اقول لك لنا ولا استاذ فارس كنا نعرف ان الاسلام هيبقى في الوضع اللي احنا فيه ده دلوقتي في 2025، حاجه كانت بتاعت ربنا، عمري ما كنت اصدق اللي انا فيه ده. صح يا الفا؟ يعني انت صدق ان نفس الشخص ده لما هيكبر في المستقبل هيبقى من اكبر المروجين تجاره تربيه الحيوانات، تجاره الحيوانات في الوطن العربي كله، خاصه في مصر. سبحانه ولا عشان فتح في خلق. بس بجد انا عمري ما الوم على استاذ فارس ساعتها، لان هو بجد كان من حقه ان هو يقول كده، انت فاهم. انا عايز اقول لك كان اسمه استاذ فارس لامع ولا زال لامع لحد العصر اللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي، انت فاهم. عايز اقول لك انا في سوق الجمعه بنزل كمشهر التجار طبعا في السوق ولا زال، بس بقى فتره مش في السوق يعني. فالمهم اللي عايز اقوله انا في شعار السوق ده من ادب الادم، انت فاهم، من زمان قوي حضرت السوق من صغير قوي، انت فاهم، من ايام. تعال اقول لك ما كان استاذ فارس بينزل مع اخ، مش هحب اذكر اسم اخ كبير ليه على راسه من فوق، وبعدين اتحولت لشراكه بين استاذ فارس واخوك كبير مصطفى كناريا وعم ابراهيم الصاوي. بعدين دخل مع استاذ فارس اخويا ابو ناصر، انت فاهم، البدايات كانت كده، فاهمني. بعدين افترقوا وكناريا بقى لوحده وفارس بقى لوحده، وهو عم ابراهيم الصاوي ومعهم ابو ناصر كان تبع استاذ فارس في الشام. بعدين استاذ فارس يبقى لوحده، فاهمني. بعدين ابو ناصر يبقى لوحده وفارس يبقى مع عم ابراهيم وكناريا لوحده. بعد كده كل واحد فيهم هيبقى لوحده، يعني بداية السكة كده من اشهر التجار، تمام. انا شفت كل ده، انا حاضر سوق الجمعة من اوله خالص. عايز اقول لك انا في تجار اعرفها ممكن ناس كتير ما تعرفهاش ولا يعرفوا اي حاجه عنهم، انت فاهم، زي مثلا اخويا محمد ابو غزاله، كان من التجار المشهوره في السوق، بس دلوقتي ما بندل عسال كتير. عايز اقول لك في مره ابو غزاله جه اديني درس كده، احنا كنا مشددين في وقت من الاوقات على الجروبات اللي احنا كنا عاملينها زمان واحنا صغيرين، وبنعادي بعض التجار ونقول لا ما ينفعش تقول ان التعبان بياكل بيض، عشان كان كل لما بيجي يبيع تعبان للناس بيقول بياكل بيض، واحنا كنا ضد ده عشان خاطر التعبان ما بياكلش بيض وهيموت في الاخر بسبب ده، والناس كانت بتعمل كده عشان خاطر تبيع الحاجه مش اكتر، انت فاهم. فكانت مضايقانا وزعلانه على الروح. راح جه في مره نزلت السوق محمد ابو غزاله اللي تعالى اسلم، خلى واحد جاي له وراح مطلع فلوس وهيدفع، فالمهم قال له هو بياكل ايه؟ راح بص لي قال له بياكل فران تجارب اللي هو اكله الطبيعي. راح الواد مرجع الفلوس في جيبه ومشي. قال لي شفت يا اسلم؟ ما عرفش ارد عليه ولا ايه؟ قلت له انا اسف طردت لك الزبون، انت فاهم. قال لي شفت، انا بس حبيت اوريك، انت فاهمني. لو قعدت اقول فران تجارب الناس مش هتشتري، فاهم. فاحنا كنا بنحارب ده زمان واحنا صغيرين، بس انا مع حرجتي معاه قلت له كده، قلت له طلعت منك الزبون. هو كان حابب بس يورينا حاجه، انت فاهم.
فعلا الشعب ده غريب، يعني هو يقول لك على الصح فما نفعوش بحاجه، فعشان كده كان التجار بيقولوا لا قبل كل بيض، فاهم؟ سنانه لو اتخلعت وجهه كده مش سان. ولكن يلاقي الواحد جاي له يقول له طب والنبي يا عمو هديك فلوس بس اخلع لي سنان. فانا جاي لي فلوس كتاجر، يعني في ناس بتفكر طب يروح خلع لك السنان بجد واخد فلوس، يقول لك كده بيلعبك بدماغك، فاهم؟ اللي هو قاعد دماغه كده وخلاص احلل لنفسه حاجه وخلاص، مع انه عارف ان اصلا التعبان مش سام ومش هيعمل حاجه، ده في السوق. بس دي من اسرار سوق الجمعه اللي اتعلمتها منه، كل خطوه بفلوس، مفيش حاجه ببلاش. انا عايز اقول لك حتى الخفاش اللي بيتباع في سوق الجمعه للوطاطه والكلام ده مفيش منه يا جدعان، ده كله دجل. طبعا فرجتكم على السلاحف المائيه، دلوقتي هوريكم اغلب انواع السلاحف اللي بتتباع في السوق، وادعوا لي والنبي يا جدعان. دي السلاحف السلكاته واللي بتوصل لحد نص جسم البني ادم. بصوا يا جماعه ما شاء الله، الصغير منها عامل كام يا عم سيد؟ مفيش منها صغير. السلحفه دي بتوصل لحجم صعب جدا يا جدعان، العضه بتاعتها وحشه ممكن تاذي، صعبه جدا يا جدعان. اسمها النهاشه. دي يعني حاجات تنفع للهدايا. دي فأس ما شاء الله 300 جنيه الواحده. 300 جنيه بس تاكل خضروات. دي السلكات هتكبر توصل لحجم عملاقه، توصل لحجم المتر بالشفاء طبعا في حقيقة الحيوان والكلام ده كله. الله اكبر. بصوا يا جماعه وريتكم الكبير والصغير من الترسه، والنبي يا جدعان اللي وصل لحد هنا اشتراك ولايك وشير وكومنت. طبعا دي السلاحف اليوناني بس الكبير منها. وعندك برضو في بغبغانات موجوده في سوق الجمعه، ده بغبغان متكلم، ده بيقول له يعتبر كده 3 كلمات لسه. كوكو ووليد بيقول الو. الله اكبر. ده هنا القرود دي يا غالي، ده من الساس عامل 3000 ونص عند سيد ابو قلبي بس. ما شاء الله. الله اكبر. اي حاجه قدامه بياكلها يا جماعه. دي اللي عامله معايا. بص بقى لك اهي سحابه اهو. حرفيا ما شاء الله تبارك الله كل حاجه موجوده في سوق الجمعه، وكل حاجه ولها اللي غاويها. دي عامله كام بقى؟ دي عامله 500 بعيال. ما شاء الله عليك. ولو لا عيل طفل لوحده يبقى عامل كام؟ لا ما اقدرش ابيعه لوحده دلوقتي، لسه ما اتفطمش. لا لسه ما اتفطمش. بيرضعوا لسه لحد دلوقتي بيرضعوا سبحان الله. وببيعهم اسره على بعض، بالذات اللي هو بيبقى حاجه لسه يعني يا دوب لسه طالعه، ما اقدرش بتبقى عايزه اهتمام، وطبعا الشخص مش هيقدر يهتم بيها. هنا افتح سمسم، فتحنا طايط علي بابا ما شاء الله. ده هنا زواحف وسحالي، زواحف وسحالي يعني. دي سحالي ام الحياه اللي كنت وريتها لكم. في ناس بتفتكرها سامه على فكره يا جدعان وتتخلص منها، في ناس بتربيها دي الحاجات دي يا جدعان، وليها سعرها وليها متوسطاتها. في عندك نسانيس البتاس وكنت وريتها لكم، وطبعا مفيش غير نوعين اللي موجودين في السوق، اللي هو البتاس والعبلنجي. ومحنطات برضو موجوده زي ما حضراتكم شايفين بمختلف اشكالها وانواعها، حاجات ما شاء الله تبارك الله تحف فنيه. كل حاجه موجوده في سوق الجمعه بتلاقي هناك البيت اللي اتربينا فيه. كمان الانافد الزراعي وريتها لكم، ودون الحبشي اللي هو بيبقى حجمه اضخم يا جدعان. واحلى سلام مني ومسا لاخواتنا جمهور قناه بيت الزواحف على اليوتيوب. وكل اللي فيها اسامي كبيره جدا انا اتعلمت منها، يعني على رسوم مثلا استاذ فارس الفيشاوي اللي بتعلم منه من هو صغير، فاهم؟ يعني اللي واحد زي استاذ فارس ما كانش طبيعي برضه ان هو يكمل في الهوايه ويستحمل كل ده، انت فاهمني؟ ان هو من الناس اللي عانت كتير جدا جدا في الهوايه، هو من اكبر الاسامي، لكن جه عليه اوقات وتعرض لخسائر كبيره جدا، انت فاهم؟ واحنا كنا بنتحارب اصلا عشان خاطر تربيه الحيوانات، انت فاهمني؟ مشدد عليها عندنا، انت فاهمني؟ مع ان مسموح بتربيه الحيوانات وانتاجها وتوفيرها في كل بلاد العالم، انت فاهم؟ واقتنائها وتربيتها، فاهمني؟ لكن في مصر مشددين الموضوع، فاهم؟ لدرجه صعبه جدا، لدرجه حتى ممكن عندنا يبقى في منع لتربيه بعض الحيوانات او تداولها او التعامل فيها، فاهم؟ يعني في حاجه عندك اسمها اصالات، الاصاله البرميه من اشهر التعابين اللي بتتربى على مستوى العالم، وبورق وتراخيص، وبينتجوا منها بره وبيطلعوا منها الوان، وبيتنافسوا انهم يطلعوا مثلا طفره لون يعني من التعبان يكون عليه وش سمايل اللي هو بيبقى على التليفون، ويطلعوها بجد، انت فاهم؟ بيدرسوا في الجينات بتاعته، بيدرسوا حاجات عجيبه عدونا الاجانب من بدري، انت فاهم؟ او يطلع لك مثلا يخلوا تعبين تتجوز ويطلعوا عيال التعبان يبقى طالع براسين، انت فاهم؟ كانوا بيتنافسوا على الحاجات دي، وبالنسبه لهم ان الموضوع يجوزوه ده حاجه سهله، انت فاهم؟ ويجيب عيال، وبيتنافسوا على الحاجات الصعبه اللي هي الحاجات اللي هي مثلا اللي هو الخلل الجيني والكلام ده، انت فاهمني؟
ويطلع واحد براسين وحاجات كده غريبه انت فاهمني. شوف هم وصلوا لايه واحنا ما كناش نعرف نجوز التعليم اصلا ساعتها انت فاهم. عايز اقول لك بسبب التعقيدات الكتير دي على التربيه والبيع والشراء والتداول والاستيراد والتصدير انت فاهم وكل حاجه، وعلى الهوايه وانك انت ما تربيش الحاجه دي من مؤسسات انت فاهم، وصل لدرجه ان ممكن حد يستحل ياخد منك حاجتك انت فاهمني. وفي وقت من الاوقات انا فاكر استاذ فارس في حد خد منه حيوانات بمبلغ محدش يتحمله فاهمني. عايز اقول لك لفت الايام وقررت اعتزل بقى لما لقيتش في ثمره في اي حاجه، قررت اعتزل. الموضوع فشل كده، فانتوا قولوا لي ايه رايكم في اللي انا عملته ده ساعتها، قال كده صح ولا غلط في موضوع قررنا فكرت اعتزل ساعتها. بس انا شفتها سودا من كله. الهوايه كانت بتتعرض لضغوطات جامده جدا من كل حاجه حتى المؤسسات ولحد دلوقتي. عالشاشة حاجة غير الكواليس، أحلام كلها أصبحت كوابيس، حياة مدرسة كله هيتنسى بس ليه ما دوناش ده في الكراريس انت فاهم. عشان ارجع بضربة قوية فكرت الطاقة بخ لافا، اسمي خارم نص راسع، في تبطيل ما فيش رادع، اللي حطني في راسه بدري عجز، مركبش الغلط مش بتأس، يشوفوا غاضب الشباب يتحفز، ابدا الاشارة كله ينفس. عشان اسلام كرم ما بيريحش وراجع فجأة. حوار المعارض ده قصة لوحده، قصة كبيرة لوحده. ممكن نعملهم على كذا حلقة عشان انا ما عملتش غير 4 معارض وكل معرض ليه دروس وليه قصص معايا تمام. من اول هنا طبعا انا بدات افكر في موضوع ان انا اعمل المعارض، خاصه اول ما دخلت الجامعه تمام. هنبدا معاكم ان شاء الله من السلسله، استنوا بقى الحلقه الجايه ولسه ما حد ما نساش في حاجه بس اشتراك وتاكد من تفعيل زر ترقي كل الاشعارات الخاصه بالقناه ولايك وشير كومنت جميل وفعلا مع عدوك انت. نرجع بقى لسوق الجمعة والأغرب الحيوانات اللي انت ممكن تقابلها هناك. وطبعا احنا كنا مفوتين الكلاب شوية مع ان سوق الكلاب هناك في سوق الجمعة حاجة ما شاء الله تبارك الله. وعشان في ناس كانت بتتكلم ان في بيبقى موجود هناك كلاب مسروقة وفي بيبقى كلاب مسبوغة، لا في ناس محترمة هناك والناس اللي بتعمل شغل هعرفكم عليهم في الحلقات الجاية. اجاز والله العظيم يا جدعان حرفيا انا هوريكم كل حاجة في السلسلة دي. وسوق الجمعة كما لم تشاهدوا من قبل بفضل الله تعالى. ده ضب يا جدعان معانا باقي الحيوانات الغريبة اللي ممكن تقابلها في سوق الجمعة ورا النيلي. اتفرج وادعيلي. ده يا جدعان بيعدي انت فاهم ال 2 متر حاجة ما شاء الله تبارك الله، بتكبر تخض بس مش سامة تمام. واحنا هنا بنقول لكم المعلومة المهمة. والأنف ده اللي في ناس بتأذيه وبيتخلص منه ومش عارف ايه، بياكل برضو العارب والتعابين السامة. يعني ليه دور يا جدعان باكل الحشرات برضو. ورينا لكم منه الزراعي وورينا لكم منه برضو اللي هو الحبشي تمام. الحوامات عامة كلها مش بتتدرب، الحوام ولا القوم الحوام بيتدرب. في ناس كان لسه سألانة عليه من فترة. ايوه الحوامات بتتدربش زي كده ما يتدربش. ظهر زي كده ماشي ده ممكن يتدرب. وكل حاجة موجودة يا جدعان في سوق الجمعة حرفيا، يعني حاجة ما شاء الله تبارك الله. بس في كل كار في المميزات وفي العيوب. انا لأول مرة هعرضها على اليوتيوب وهوريكم اللي انتوا عمركم ما شفتوه يا جدعان. وبفضل الله يعني مكمل بأمر الله تعالى لحد ما انت فاهم ما شغلي كله وحياتي كلها تتحول لمسلسل على التلفزيون يتعرض على اخواتنا. احنا بادئينه من اليوتيوب بفضل الله تعالى، وهنقول على اخواتنا الكويسين واخواتنا التانيين برضو. الرشا كلها تعرفني واعرفها عن بعد وعلى الارض شطفها نطفها الكلمة بخطفها نطفها مفيش كلمة صعبة وصفها ومش عشان العشرة بتهيأ. واحنا بفضل الله الموسوعة وجميع انواع الحيوانات بفضل الله احنا بنصورها هنا. واللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش يفعل جرس الاشتراك وتاكد من تفعيل زرار ترقي كل الاشعارات واللايك والشير والكومنت الجميل. حيوانات اليفه حيوانات بريه اللي ورا الكواليس كل حاجه نفس السعر ولا بنفس السعر ولا التطعيم عندي مجانا الحمد لله. الله اكبر عليك. بصوا يا جماعه مجموعه تشكيله. استاذنك يا رجل تعمل كام؟ 800 ان شاء الله. عامل 1500. الله اكبر عليك يا استاذ. سعره مثلا بيعدي اصلا 5000 جنيه ما شاء الله. كل حاجه موجوده. اي حد يطلب اي حاجه ويبعت لي على الواتساب على رقمي. الله اكبر اللي هو عايزه. سلاحف زي كده يوناني تمام. الجمله بتطلع ب 2.5 250 جنيه الكبيره جمله. والعادي لو مثلا قطاع او كده 275 لو قطاع. كل حاجه هتلاقوها هنا عندنا ان شاء الله. اما بالنسبه بقى للي سأل عن الحيوانات اللي هي نادره جدا 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 زي الدببه، زي مثلا النمور،
زي اشبال الاسود، زي الحاجات اللي هي الكلام من ده يعني. الحاجات دي بتتوفر، انا بقول لك بتتوفر فاهمني، بس حاجه زي كده مش هتنزل سوق. ودي الاجابه على سؤال الحلقه. الحاجات دي موجوده في مزارع خاصه ومش بتطلع لاي حد. كام ده يا اخو؟ زراعي انا لما اجيب له سمك صحي كمان 200 جنيه رخيص جدا. ده طبعا بياكل دراي فود واللحوم الفراخ وكده. الله ينور عليك. ورينا البطه دي بقى عشان انا هموت واشوفها كده. البطه دي حاجه زي كده بتدربها بس تدريبات شرطه. تدريبات شرطه ان شاء الله. اوعى تقعدش. لا ما تقلقش، ارجع لورا. الله بص ما شاء الله ماسك في الخشب. الله اكبر. بصوا يا جماعه كسر الخشب ما شاء الله. دي حاجه شكلها ما شاء الله عليها، وش مدور تجربه ما شاء الله مميزه، سعر كويس، دي عامله 200 ما شاء الله. طب ديك شك اللي السعر كام؟ 40 جنيه ما شاء الله. والحاجات اللي تحت في القفص 25 30. الانواع ايه بقى؟ ما شاء الله مع بعض يعني مجموعه. هنا غالي وده بلد على استرالي ما شاء الله نفس الاسعار برضه. الاسترالي ده عامل كام؟ ما شاء الله حلوه اهو. تقيله فينك يا عم سيد؟ لا يا بطل توزن لها قد ايه دي؟ هي كوتشينه ب 12 جنيه. هي كل يوم لو كلت خيارايه زي الفل. الله اكبر عليك. كفايه اشرب بطيخ عادي شغال. ما شاء الله. بتستف في الشقه الحاجات دي تمشي عادي ولا مكان معين؟ والشقه وجنينه اي حاجه. يا اخواتنا ما تنسوش تاني تفعلوا جرس الاشتراك وتأكدوا من تفعيل زرار تلقي كل الاشعارات. هتلاقوا الزر موجود اسفل الفيديو، ولايك وشير عشان الفيديوهات بتاعتنا ومحتوانا يوصل لباقي اخواتنا، وكومنت جميل منكم برأيكم بالمحتوى بتاعنا. وتابعوا معانا جولات سوق الجمعة وجولاتنا في المزارع والمحلات وحدائق الحيوانات ومعارض الحيوانات وشغلنا اللي بننزله حصري بفضل الله تعالى. وان شاء الله بيكم هنوصل للمريخ وعلى الله ان شاء الله. في ناس كتير بتسألني عن موضوع يا إسلام أولا ممكن تعتزل. فأنا فكرت فعلا في الاعتزال قبل كده، وساعات بيجي في دماغي كتير في الفترة دي فاهم. بس خليني أقول لك حاجة، لما أنا بسيب الحيوانات دي بعاني فاهم. يعني إسلام كرم اللي قدامك ده وحياته كلها حيوانات أنت فاهم، من غير الحيوانات بيتعب. تصدق إن أنا مثلا في وقت من الأوقات يا اسطى رحت اشتغلت مع واحد عن نجار بعيد بقى عن الحيوانات بقى والكلام ده أنت فاهمني، وكان في عز ايام رمضان انت فاهم. كنت قاعد اتفرج على الشباب انت فاهم وهي بتلعب وبتسمع الاغاني بتاعت رمضان وبتعمل زينه، وانا الوحيد اللي قاعد عمال بصنفر في بيبان انت فاهم، بصنفر في بيبان ولحد ما ايدي تحمر انت فاهمني. خدت يوم كامل ساعتها، يوم كامل بالظبط. كنت صغير في السن انت فاهم، 13 14 سنه. الموضوع كان صعب عليا وتقيل انت فاهمني. ايه اللي انا جابني هنا وده مش مكاني، ما كنتش شايفه عمره مكاني انت فاهم. واصنفر واعمل وبتاع، وجه في وقت كده في نص اليوم رحت سايب الراجل وماشي وراجع البيت. فامي استحقرت اللي انا عملته، قالت لي انت طلعت خيخه. كلمه وجعتني ورحت راجع للراجل تاني انت فاهم. مع اني كنت يعني بسبب كلامه انا كنت برجع انت فاهم. هم كانوا شايفين ان احنا عايزين نعمل منك راجل انت فاهم، وتعرف تشوف الدنيا وتشوف الدنيا من بره. مع ان الدنيا وحشه انت فاهم، ما بحبش اشوف الدنيا انا اصلا انت فاهم. الدنيا وحشه خالص بره. بس هم كانوا عايزين يعلموني لا احنا مش عايزين منك فلوس ولا تساعدنا، بس ساعد نفسك انت فاهم، اتعلم عشان لو احنا مش معاك تبقى انت عارف تعمل ايه فاهم. كانت حاجه كده صعبه انت فاهمني. ومعامله يعني فاكر ساعتها كان اللي شغال عنده حد معرفه نجار، حد معرفه، بس الصبي اللي معاه كان بيشد عليا فاهم. ف المعلم بتاعه كان يزعق له انت فاهم، اللي يتعامل معاه باحترام انت فاهم، عشان ما كنتش بقى بتحمل ده. وجه في وقت كده قعدت اليوم كله روحت بس مش عارف فطرت عنده ولا فطرت في البيت، بس روحت من كتر التعب انا خدت نمت يومين 3. فهو كلمني حتى ان انا ارجع تاني ولا لا او اخد اليوم بتاعي، قلت له سبته لله مش عايزه انت فاهم. من كتر التعب انا قعدت 11 ساعه صاحي بمحر بيبان. انا طلع لي اللي في المحل كله محرته. ليه بقى انا ما رضيتش ليه بقى اسلام كرم ما رضاش ياخد اجرته لحد دلوقتي انا ما اعرفش. كمان رحت اشتغلت في مطاعم مشهوره جدا زي مطعم كوك دور، وبعد ما عملت له ورقه بقى وفيش وتقفيش وشهاده صحيه انت فاهمني، وقصص كتيره جدا. فاكر ان انا اشتغلت عندهم اسبوع، وبعد كده حصل مشاكل بيني وبين الشباب اللي هناك. كان في طبعا حاجه اسمها عصفوره في الشغل. انا ارتحت في الكلام مع واحد قلت له فلان مش عاجبني وفلان مش عارف ايه.
طلع كان عصفوره وراح موقع بينا ومسكنا في بعضينا. جه واحد شتمني شتيمه خدشه بامي انت فاهمني، فانا ما حملتهاش لدرجه كنت البسه طاسه زيت كنا شغالين بيها. بس مسكت نفسي ساعتها اول مره احكم العقل، ومسكت نفسي ورجعت للمدير وقال لي بعد الشغل خلص شغلنا وبعدين نشوف هنعمل ايه في الحوار ده. واستنيته لحد ما يخلص شغله وبعدين قعدت معاه. فالشباب كلهم كانوا 5 و6 قالوا لي احنا انت لو ذكر عايزينك تلمسه. كان معايا صاحبي ساعتها كان رايح معايا نفس الشخص اللي كان معايا في الهوايه اللي كنت بسيب عنده حيواناتي. الغريب ان النحاس معاهم هم كانوا بيحبوه جدا انت فاهم، اللي انت بتعمل مشاكل وانا مش حابب ده فاهم، ودي كانت وجعاني تمام. غير انا رحت اشتغلت شغلانات كتيره جدا، بس همشي معاك واحده واحده فاهم. فاكيد انا مش هفكر في انا ما لقيتش اهون، فطبعا الحياه بره سودا، مفيش اهون عليا من الحيوانات انت فاهمني. ده اللي انا اعرفه عن العالم ومش عايز اعرف غيره فاهم. عايز اقول لك انا ساعتها مشيت، قلت قررت ان انا امشي. كان المكان كمان بعيد عن بيتي جامد قوي، مرضوش يمشوني غير لازم اقعد وقت معين عشان تمشي وتاخد ورقك فاهم، تاخد حسابك. فانا مع الموضوع ما كانش جاي معايا، كلوا عليا الاسبوع اللي انا اشتغلته. لدرجه ساعتها انا فاكر ان انا كنت بفكر ان انا اذيهم او اعمل حاجه وحشه في المكان، اولع فيه، اعمل اي حاجه عشان حقي يتاكل عليا انت فاهم. اسبوع اشتغلت وطحنت فيه، كنا بنروح مبلولين انت فاهمني. ان انت بعد ما شغلتي كانت ان انا في مطعم بجهز اكل للناس و8 ساعات وبدون 4 ساعات اضافي بدون وجه حق، اللي هو مش من حق اي حد اصلا يشغلهم لك على وجه الارض انت فاهمني، ممنوع. بس هما بيحطوها في خانه الاضافي فاهمني. عشان كده ايه الموضوع ماشي سهل، الموضوع ماشي محدش بيتكلم فيه وبمزاجك وبرغبتك. بس هو نفس اليوميه اللي انت بتاخدها اللي هي 50 جنيه انت فاهم ساعتها. واللص ده كان حاجه رخمه، 4 ساعات بتسائل محل تاني من اول وجديد انت فاهمني، او الفرع بتاعك. كان الموضوع صعب جدا، بخش لهم بالارقام جامده قوي ما شاء الله تبارك الله كل يوم، وانت مش ببص لهم. بس انا في الاخر باخد 50 جنيه انت فاهمني، مش قيمتي انت فاهم، ولا شايف نفسي في المكان ده. كنت على طول في اي مطعم اخشه اقعد ابص من الشباك على الناس اللي قاعده على الكراسي، شايف نفسي مكانهم، مش شايف نفسي ان انا بغسل لهم الاطباق فاهم. مرة كان معايا والله واحد صعيدي يلا. وعايز اقول لك لما باجي ابص لنفسي لما بصيت لنفسي وانا صغير ساعتها، انا كنت اصغر شاب يعمل معرض حيوانات في مصر، واصغر حد. انا عملت ندوه في حضيره ناس تقيله برضه وناس من محافظات كتيره وظباط جيش وظباط شرطه واسامي تقيله انت فاهمني. وقعدت اشرح لهم عن الحيوانات. كان معايا ساعتها مشرفنا الاستاذ رامز الاسلام انت فاهم، وطلع على الكلمه معايا. كنت اول حد يعمل حاجه زي كده في الهوايه وفي مصر كلها، وما كنتش قليل. عشان انا مش بقول لك ان اللي بيقبل بالشغل ده قليل، كل واحد كنت اخده في اللي هو فيه، بس انا مش شفتنيش كده. فلما الدنيا باظت كده خالص رجعت وقررت واعلنت عن اول معرض لهواة تربية الزواحف في مصر بأمر الله تعالى انه هيكون قريب. وزي ما قلت لكم الرجعة فجعة، جهزوا انتوا كمان. يا الله كان نفسي اعيش طفولة من صغر سني، بشتغل بتنطط من شغلة لشغلة لحد سن الفحول، ومش بيدي عشت فيلم دراما طويل خدت فيه دور البطولة، بقيت راجل البيت عندي 12 سنة. يا رب اقدرني اوري امي الهنا، شغلي في طفولتي نشف لي عظمي تمام، تشهد نوادي الفيديو سوق القلعة والحمام. لما بدات اصلا الحوارات دي كلها حوار الحيوانات كنت حاطط 3 خطوات. اول حاجه موضوع الشهره، اول حاجه موضوع اللي هو التصوير، ان انا اصور مع برامج وحاجات زي كده، خصوصا ان انا عرفت ان في برامج بتدفع بال 60,000 جنيه نضيف، او ان انا مثلا اعمل لقاء والكلام من ده. كان تاني حاجه، وانا عايز اقول لكم بالفعل عملت ده، يعني طلعت على جرايد كتيره جدا وصورت رجاله تلفزيونيه مع القناه الاولى والنجم المصريه ومش عارف ايه والكلام من ده، بس دي هنخليها لوحدها كده تمام، عشان كان في منهم مشاكل بس وحاجات لازم ان انا اتكلم فيها بالتفصيل في الحلقات الجايه. وكان تاني حاجه بقى حوار طبعا غير التصوير، كاتب كده ورقه. اول حاجه التصوير، تاني حاجه المعارض، انا اعمل معرض للزواحف، تالت حاجه موضوع اليوتيوب. فكان في واحد صاحبي كاتب كده بص حلو بيقول لك اذا انت مشيت في طريق ولقيت الطريق اللي انت ماشي فيه مش جايب نتيجه، غير الطريقه ما تغيرش الهدف، غير الاتجاه. يعني انت مثلا انت عايز توصل مثلا انا عايز اوصل مثلا من هنا لحد عندكم، انا جربت الفها كده، انا بجرب امشي كده في وش خنزير مش عارف اتحرك، فبقول لك لا غير الطريقه، جرب تمشي كده. فانا كده موضوع التجاره في البدايه خالص بدات ما تمام، ما الدنيا ما مشيتش،
تمام. فقررت اخش بقى على موضوع ان انا اعمل معارض للحيوانات وادعي الناس تجيني في اماكن معينه وايه ونعمل بقى معارض للحيوانات. تمام. والناس تتفرج على الحاجه وابدا ان انا ارزق والم تيكيتات وكلام ماشي. 50 ناس رساله الفيديو، في ناس ممكن تشوف انت ممكن هتوصل لفين بعد كده، يحاولوا بدري ان انت كده لسه جذورك بتطلع ونباتك بتطلع انهم يجزوها، عشان هم بيبقوا عارفين انك ممكن توصل وتعديهم في المستقبل، فبيحاولوا من بدري ان هم يقطموا فيك ويوقعوك، مش عشان انت غلط. فده اللي انا فهمته واللي اكتشفته من حياتي، ان انا بفضل الله يوتيوبر وبطلع حيوانات. تمام. واكبر من اي اسم فيه بفضل الله واشهر الحمد لله. فدي بدأت اللي فهمته بعد كده وترجمته. هم عايزين يوروك قدام الناس كانك عريان، ما عندكش انت مش عارف ايه، واحنا نبقى اسامي وعندنا مزارع تعمل كده، تروح عند مزرعه وعندك راسك براسنا. كل ده كان متخزن جوايا. العداوه كترت. يعني من اول ما دخلت وعداوه كتير، صحبانيه اقل. واللي كنت ادخله اللي هو كان ياخد مصلحته، كان بيضايقني برضه. فعلا في المعلومات مش عارف انا صاحب واخده صاحب واديله وقت كله وكلامهم على فكره ارد عليهم. دي خبره للناس كلها، زي ما الراجل عمل معايا عملت مع الناس. وفي الاخر كنت الاقي الناس ليه ما تسلمش عليا ولا تكلمني وخدوا مصلحتهم على هو اللي خد ده يضايقهم وساب الموضوع ومشي. وكنت بتضايق ان في ناس ما بتسالش عليا ومش عارف ايه الكلام من ده. كل اللي عندي كله مش فانت ما تبينش نفسك للناس، ما تديش اللي عندك كله لاي حد، ما تستناش من الناس حاجه عشان الناس كلها بتاعت مصلحه. كله بتاع مصلحته يا صاحبي، ولا حد يسال عليك ولا واحد ياخد مصلحته ويمشي. الحاجات دي كان بتجيب لي اكتئاب ساعات بتاع نفسي شلة مضرورة لا ومغرورة، كل واحد شايف نفسه أسطورة. بفا غرقانة عالجيني شرقانة، أيامكم محدودة بقيتوا في الصورة. احفظوا شكلي اوعوا تنسوه، في حساب صادق والكلام مقصود. ده الزمن دوار يلي عشت الدور، ذنبك في الدنيا عشتها ببرود. الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن المعارض من اول ما بدانا المعرض الاول بفضل الله تعالى. ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك، تتاكدوا من تفعيل زر اللايك في كل اشعاعات خاصه بالقناه، ولا تشتركوا في الكومنت الجميل. وكل حلقه هتلاقوا درس مختلف عن اللي قبل منه. يعني انا بفتكر لكم النقط البارزه، بس القصه كان مليانه احداث. فاهمني؟ لسه قيمة وقامة وترك عايشة على اللي فات زي أصالة سيرك. بص السكرينة دي من امتى ده دي هم ده دي انت. وساعات هي دي الحياه، والحياه اقتصرت ساعتها على الجروب بتاعي. كان كل حياتي لا بنزل الشارع ولا بروح، انا نازل بس بوستات وارد على الناس ومش عارف ايه والكلام ده. اكتشفت بعد كده انا ضيعت 2 ولا 3 من عمري في الاونط على النت، ما استفدتش اي حاجه. فجي وقتها قبل ما افكر ان انا يعني اشوف هعمل ايه، دخلت في موضوع المعارض، قلت اجرب كده واشوف حظي ونصيبي، واقول لكم التجربه كلها كانت عامله ازاي في الحلقه بتاعتي. قلت على سمعت احط عليك ولا المعين من غير ما تسيبني سكاكين، ادور معاك ويا لفين، اضرب عليك ومواجيك، اضرب عليك واراضيك، تزعل مني برضه مش هراضيك، خد قراريك في اراضيك انا العب بيك. تقفش على حد ما تزولش انا برز، مفيش غير فلوس جوه